Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem deutschen Kanal ألماني مع فراو أماني. يا رب تكونوا بخير وأهلا بكم في سلسلة تعلم اللغة الألمانية. Wir lernen heute die unregelmäßige Verben. هنتعلم دلوقتي مع بعض الأفعال الغير منتظمة أو الأفعال الشاذة. احنا كنا اتعلمنا قبل كده die regelmäßige Verben اللي هي الأفعال المنتظمة، وقلنا دي قاعدة بتبقى ثابتة. أنا بيبقى عندي أي verb ببدأ إن أنا أصرفه على حسب البيرسونال بخونومن اللي قدامه، على حسب الضمير الشخص اللي معاه. أما في الأفعال الغير منتظمة فالموضوع هيبقى مختلف شوية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا عندي verb زي الverb sein يكون. لما نيجي نصرف sein هتلاقي ده أكتر verb عندي في الألماني مفيش ضمير أو مفيش تصريف verb زي التاني. بمعنى ich bin du bist er es sie ist er ist es ist sie ist ihr seid wir sind sie sind. زي ما شايفين قدامنا الفيرب مفيش فيرب زي التاني، وده أنا يعني بعتبره أكتر فيرب عندي شاذ في اللغة الألمانية. ليه؟ لأن حتى مفيش تغيير حرف أو حرفين، ده الفيرب كله شكله اتغير. أوكي؟ الفيرب sein بمعنى يكون. يظهر عندي فيرب تاني، وتاني فيرب في الأهمية اللي هو الفيرب haben. يعني إيه haben؟ haben بمعنى يمتلك، وهو بيفكرني بالفيرب have. اوكي، ايه تصريفه؟ ich habe du hast es sie hat ihr hat wir sie und sie haben. الفيرب haben لو أخدنا بالنا هتلاقي هو الفيرب ما فيهوش أي تغيير. يعني إيش حطينا معاها النهاية إيه؟ حلوة قوي. دو حطينا معاها الاس تي، مع إيه اس زي حطينا النهاية تي، مع إيه حطينا النهاية تي، مع فيا زي وزي حطينا النهاية الاي ان. حلوة قوي النهايات بتاعتي، نهايات الفيرب المنتظم. إيه التغيير اللي حصل في هابن؟ بالظبط كده، مع الضمير دو ومع الضمير إيه واس وزي هتلاقي إن احنا حذفنا حرف البي. طب هو حرف واحد يا فراو اتغير، أصبح الفعل فيرب من منتظم لغير منتظم؟ بالظبط. الفعل بالذات من الحاجات لو حصل فيها تغيير بسيط جدا اللي هو حرف واحد أصبح عندي الفعل غير منتظم أو فعل فيه تغيير أو فعل شاذ، فبالتالي الفعل لازم أحفظه بالتغيير بتاعه. أوكي؟ يبقى احنا النهاردة أخدنا إيه؟ خدنا أهم فعلين عندي في الألماني، الفيرب sein والفيرب haben. نقدر دلوقتي نكون جمل مع بعض من خلال الفايب فيربن. تعالى نكون جمل مع بعض. اجي اقول ich bin Mark. انا اكون مارك. sie ist Manuela. هي تكون مانويلا. wir sind Schüler. نحن نكون تلاميذ. نكون جمل على الفيرب haben. Ich habe 3 Freunde. أنا عندي 3 أصدقاء. Timo hat Hausaufgabe. تيمو عنده Hausaufgabe يعني واجب، يبقى تيمو عنده واجب. Wir haben Geschwister. Wir haben ein Foto. احنا عندنا ein Foto، صورة. وبكده نكون كونا Sätze mit sein und Sätze mit dem Verb haben. في كومنتات عايزة أشوف بقى جمل أكتر
فيها sein وفيها happen. كده بنكون خلصنا أهم فعلين اللي هما happen und sein. كده بكون النهاردة استفدنا من الحلقة. Viel Spaß und tschüss.